السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتلك المغرب حاليا أهم المعادن النادرة على الصعيد العالمي. إنه الفاناديوم الذي يستخدم في تخزين الطاقة في بطاريات السيارات الكهربائية ومولدات الطاقة النظيفة والمتجددة. وتتميز بطاريات الفاناديوم عن غيرها من البطاريات بكثير من المزايا، بكونها تتيح تخزينا أكثر أمانا وبكميات كبيرة من الطاقة ولفترات زمنية طويلة. وفي هذا المجال يتوفر المغرب على احتياطات مهمة من هذه الثروة وهذا المعدن الهام، ستمكنه من مواكبة مجال التنمية الصناعية والطاقة المتجددة التي تتطلب وجود وتوفر مثل هكذا معادن نادرة ونفيسة واستراتيجية، ستجعل المملكة وجهة مفضلة لا غنى عنها لكبريات المؤسسات الصناعية والتكنولوجية العالمية المتخصصة في علوم صناعة المستقبل. وفي هذا الإطار عززت شركة كندية متخصصة وجودها في المغرب في الآونة الأخيرة من أجل مباشرة استخراج واستغلال معدن الفاناديوم، وذلك بهدف المساهمة في جهود التنمية المستدامة التي يشهدها قطاع التعدين داخل مختلف التراب الوطني. وأوضح تقرير أن تكلفة إنتاج الفاناديوم بالمغرب من طرف هذه الشركة الكندية ستكون أقل بكثير من حيث تكاليف رأس المال المخصصة لعملية الإنتاج وباقي واجبات التشغيل الخاصة بموقع وجود منجم الفاناديوم داخل تراب المملكة. ويعتبر منجم ميبلادن بإقليم ميدلت منجما حقيقيا ستستهدفه هذه الشركة الكندية بفعل تخزين منجم المنطقة لكميات هائلة من رواسب الفانادينيت، وهو معدن يتكون من الفاناديوم والرصاص والأكسجين والكلور. كما تعتبر رواسب الفانادينيت خاما مهما للإنتاج النهائي لمعدن الفاناديوم الخالص. ويأتي إعلان الشركة الكندية عزمها في الاستثمار الجاد والطويل الأمد في استخراج معدن الفاناديوم وتثمينه في المناطق المستهدفة داخل المغرب. جاء كل هذا في وقت يخطو فيه المغرب حاليا وبشكل متسارع نحو تأسيس قاعدة متينة لصناعة السيارات الكهربائية داخل البلاد، من خلال استقطاب العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة المبتكرة والجديدة التي بدأت تغزو الأسواق العالمية، وذلك مواكبة وتماشيا مع سياسة المناخ وإشكالات الكوكب المستقبلية التي تراقبها وتدعمها جميع الهيئات والحكومات وكذا القوى العالمية الأخرى والمتعددة. ويحتل المغرب مركزا مهما ضمن نادي الدول الأكثر ريادة في مجال التعدين على الصعيد الدولي، خاصة بعد تأكيد وجود معدن الفاناديوم النادر بكميات معتبرة داخل التراب الوطني في الآونة الأخيرة. وبذلك بدأت كبريات شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية تشد الرحال نحو المملكة من أجل الاستثمار ودخل مليارات من الدولارات خصيصا للصناعات المتعلقة بالمستقبل وجودة حياة البشرية على الكوكب. وكل هذا بفعل توفر مزيد من مادة الفاناديوم الأولية والأساسية لمثل هذه الصناعات المتقدمة
التي يحتاجها العصر الحديث. وكانت شركات دولية متخصصة في التكنولوجيا العالية الدقة قد سارعت إلى المغرب مؤخرا من أجل بناء وإنشاء مصانع لها ستكون خاصة بإنتاج البطاريات الكهربائية للسيارات، التي ستعمل بمادة ومعدن الفاناديوم الذي سيوفره المغرب، وذلك فقط للشركات التي ستستقر وتستثمر مباشرة داخل المملكة وتشغل اليد العاملة المحلية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة للكوادر والمهندسين المغاربة من أجل توطين هذه الصناعة محليا ليستفيد منها الاقتصاد بشكل مستدام على غرار البلدان والاقتصادات التي تملك وتحتكر الخبرة والمعرفة في هذا المجال. وبهذا فإن الشركة القادمة إلى موقع المنجم بمنطقة ميدلت ستبدأ مرحلة جديدة في مشروع إنتاج الفاناديوم بالمغرب، حيث ستقوم المجموعة الكندية المتخصصة في معالجة وتكرير وإنتاج المعادن المستخدمة في صناعة البطارية المرتبطة بصناعات السيارات الكهربائية. ستقوم بإجراء أعمال التقييم المعدني وكذا اختبارات المعالجة على الفاناديوم المستخرج والمنقى من رواسب الفانادينيت بالمغرب. هذا فلا توجد رواسب الفانادينيت التي ينتج منها معدن الفاناديوم لا توجد إلا في أماكن قليلة من العالم، وهي من النمسا وإسبانيا واسكتلندا وجبال الأورال والمكسيك وناميبيا والمغرب والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في روسيا والصين، ليكون المغرب البلد الأفريقي الثاني الذي يختزن هذه المادة المعدنية النادرة التي ستفتح عصرا جديدا من التقدم والازدهار في وجه الصناعة المتقدمة، وأيضا من أجل ازدهار وانتعاش اليد العاملة النوعية التي تنشط في مختلف تراب المملكة. عددنا الإخباري انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.